بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما تكلمت على تنقل فريق الوداد البيضاوي إلى الجزائر عبر تونس، تلقيت عدة تعاليق، ولكن 80% منها هي عبارة عن سب وشتم، و80% كذلك هي خارج الموضوع. وكاين إخواننا المغاربة كذلك اللي ناقشوا هذا التصريح بكل موضوعية، وحاولوا يقنعوني باللي هناك فرق بين منتخب ونادي، وهذا يعني نحترمهم بزاف. باش نبداو بالسب والشتم، الجزائريين كانوا يسبوا والمغاربة كانوا يسبوا، وكانوا خارج الموضوع تماما، خارج الموضوع. وانا نقول لازم نناقشوا الفكرة ونناقشوا الرأي، لأن اللي يعطي رأيه قادر يكون غلط، قادر يكون صحيح، وقادر يبدل يعني يبدل الرأي تاعو لو كان واحد يقنعه، وجادلهم بالتي هي أحسن. أنا درك لو كان يقنعني جزائري ولا مغربي ولا أي واحد يقنعني بلي راني غلط، نقول له راني غلط ونبدل رأيي، بصح لازم يقنعني. وباش تقنع واحد ما تقنعلوش بالسب والشتم، تقنعوه بحوار هادئ ولا بعبارات يعني تكون مهذبة، بالك تبدل رأيك. أنا مثلا كاين بعض المواطنين المغاربة يقولوا لي كيفاش الجزائر عندها بترول وغاز وثروات وعندكم فقراء. إبا نقولوا باللي عندك الحق، ما حرام باش يكون في الجزائر فقير. نزيد نعاودها، حرام يكون في الجزائر فقير وعندنا فقراء. ما راحش نقول انا المغرب لا ما عندناش حنا الفقراء، حنا عايشين في ستوكهولم ولا لا عايشين، ولكن عندنا فقراء. وفي الجزائر بالنسبة لبلدان اخرين حنا عندنا خيرات، عندنا ثروات، وما لازمش يكون فيها لازمش يكون فيها فقير، باسكو بالمقابل عندنا اغنياء بزاف. من جهة عندنا أغنياء ومن جهة عندنا فقراء، هذا ماهوش طبيعي. أما بالنسبة للناس اللي يقولوا بلي راني نخلق الفتنة أو نزرع الفتنة، اللي زرع الفتنة هم المسؤولين، ماهوش الشعب البسيط. المسؤولين هما اللي زرعوا الفتنة، اللي غلق الحدود ولا الأجواء ماشي الشعب البسيط. اللي غلق الحدود هي الدولة الجزائرية، يعني هم المسؤولين. واللي دار التطبيع مع إسرائيل هم المسؤولين المغاربة وليس الشعب المغربي. ويسمح المسؤول من الكيان الصهيوني باش يهدد الجزائر من المغرب، هو مسؤول، ما هو الشعب المغربي. واللي قال باللي القبائل لازم تطلب يعني الاستقلال تاعها، هذا جات من مسؤول مغربي، ما جاتش من مواطن مغربي. اذا الا كانت هناك فتنه، الفتنه داروها اولا المسؤولين اللي اتخذوا قرارات اللي شجعت باش تكون فتنه بين الشعبين. وكذلك النخب، أنا عندما نشوف نخب، سواء نخب من الجزائر ولا نخب من المغرب، من الصباح لليل، والآخر الجزائري المغرب ويبوسوا اليدين ويركعوا للملك وبوسبير وما نعرفوا شنو. من المغاربة كذلك الكبرانات والحليب وطوابير الحليب والبنان وحكم العسكر وكاين امور كثيره. هذه نهضر على النخبه، ما نهضرش انا على المواطن البسيط. المواطن البسيط راه يتبع ويحكم، يعني كثيرا يحكم بالعاطفه، يحوس زعما يدافع على الوطن تاعو باسم الروح الوطنيه. اذن هنا انا ما جيتش هنا باش نخلق الفتنه، وانما جيت باش نبين باللي تصرفات بعض المسؤولين سواء جزائريين ولا مغاربة ماهيش مقبولة. فمثلا في مباراة كرة القدم في الافتتاح
التصريحات اللي قام بها الجمهور الجزائري ماهيش انا ندد ماهيش تصريحات لائقه، وما لازمش نقوموا بها. ما راح ندافع انا على يعني واحد اللي يسب ولا يشتم كي راه جزائري ندافع عليه. لا السب والشتم انا ما ندافعش على جزائري يسب ويشتم اي دوله. وفي الاخير راح نهضر على يعني ولا نرد على الاخوان المواطنين المغاربه اللي يعني نحترمهم ونشكرهم على التعاليق اللي حاولوا يقنعوني باللي هناك فرق بين منتخب ونادي، والمنتخب كانت عنده يعني عقد مع الخطوط الملكية المغربية. إذا يعني حاب يقول ما تقدرش المنتخب المحلي بيسافر في طائرة أخرى، المنتخب يمثل الدولة أو يمثل المملكة المغربية، وإنما النادي يمثل منطقة معينة ويمثل النادي. أنا في الحقيقة يعني حتى هذا يعني الجواب يعني ما يقنعنيش. علاش ما يقنعنيش؟ نبدأ بالمنتخب المغربي. المنتخب المغربي قال أنا ما نروحش للجزائر إلا في خط مباشر عن طريق الخطوط الملكية المغربية، وطلب يعني تصريح باش يدخل الأجواء الجزائرية ويروح في خط مباشر. الجزائر ما قبلتش، ما راحش، دونك هو برر هذا عدم المشاركة بعدم التصريح، يعني ماشي الغلطة تاعو. يعني أنا السؤال يعني نسأل سؤال ونجاوب عليه يعني في نفس الوقت. يعني كيفاش السلطات المغربية أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطلب تصريح من الجزائر ولا من الكاف باش تروح عبر خط مباشر بواسطة الطائرة المغربية، وما تقدرش يعني تطلب من الخطوط المغربية عدم احترام هذا العقد لظروف استثنائية. يعني الخطوط الملكية لخطوط يعني مغربية تقدر تصرف فيها الدولة كما تحب، ما تقدرش تعطي أمر أو تدير ريجيستر نافنو ولا تعطي حق استثنائي. قال بما أن هناك ظروف استثنائية فإن المنتخب المحلي راح يروح في طائرة أخرى وفي خط مباشر تاني، ما كاين حتى مشكل يروح خط مباشر بصح عبر طائرة غير مغربية. يعني تقولوا بلي السبب هو العقد. أنا أقول لكم السبب ما هوش العقد، السبب هو، وهذا رأيي وقد نكون مخطئ، السبب هو المسؤولين المغاربة وعلى رأسهم القجع حب يحرج الجزائر. هذا ما كان، يا إما تخليونا ندخلوا وهنا وتقولوا والله غير ربحنا، شفت الجزائر ردخت وفتحت الأجواء الجزائرية للطائرة المغربية، وإما تمنعوا وتحرجونا، يعني ما تقولوا باللي الجزائر منعت المغرب من الحضور الى الكان. كيما دير ما تسلكش. وهادو الاعمال انا ما همش لازم تجي لازم تكون مباشر، تجي تكون ديريكت. قال ما حبش نشارك ما نشاركش. وانا عطيت رايي باللي القجع من الاول كان ما حبش يشارك، وصرح ديجا كان عنده تصريحات ديجا من قبل باللي الشان هذه ما تهموش، وكان طريقه برك باش يبرر عدم المشاركه تاعو اللي ما كان. هذا رايي، كان ما حبش تنجح الشان في الجزائر، كان حب يخلق مشاكل في الجزائر. هذا ما كان، لانه لو كان حب يجي، لو كان دار كيما الوداد البيضاوي، لو كان حكم طائره وجعل مباشره على الاجواء طائره غير مغربيه، ولو كان دخل الجزائر هذه لو كان يحب يشارك. ولكن باش تقول لي كان يربطهم عقد مع الخطوط الجويه او الملكيه. الخطوط الملكيه هذه خطوط مغربيه، هو بذاته وزير، يعني يقدر مع الزملاء تاعو يتصرف ويديروا استثناء ويروحوا في طائره خلاف.
نتوما تحوسوا الاستثناء ديروه لكم الدوله الجزائريه، واستثناء اللي باش ديروه لكم ميم با ماشي الدوله ديرها لكم مؤسسه مغربيه هي الخطوط الملكيه، هذه ما قدرتوش ديروها. اذا هذا انا ما دخلتليش في راسي، ولا كاش مغربي يقنعني بالعكس يا خويا مرحبا به، انا نقتنع، انا نشوف فيها باللي كانوا حابين يحرجوا الجزائر، وهادو هما اللي راهم يديروا الفتنه، هادو هما اللي راهم يديروا الفتنه. هي استراتيجيه باش تبينوا للعالم كامل، تبينوا لهم باللي المعتدي هو الجزائر، حنا ناس ملاح وهما اللي راهم يعتديوا، وتحوسوا على اي حاجه باش تبينوا هذا، وهذا حاجه ماشي مليحه. هذه هي الفتنه، يعني تحوس تبين في اي مناسبه، تحوس تبين بان الجزائر ماشي مليحه وهي المعتديه. في الجامعه العربيه قلت البروتوكول وماشي بروتوكول والاستقبال ما كانش مليح وكذا اتسيتيرا، تشوهوا في الجزائر، دونك حنا الملك تاعنا ما يشاركش. رحت بالمشاركه للشان لا ميم شوز، ما خليتونا، قال الجزائر ما خلتناش نشارك. الوداد راح قال هبطنا لكم العالم الجزائري وبالمناسبه باش نبين لكم بلي مانيش راني نهضر بالمنطق وماشي بالعاطفه. حتى تصرف الصحفيين في الندوه الصحفيه تاع المدرب تاع الوداد البيضاوي غير احترافيه، ونقولها بلي الصحفيين تاعنا ماهمش محترفين، الصحفيين تاعنا لازم يزيدوهم يقراو، لان هذيك الندوه الصحفيه ماناش في عرس، لازم احترام المدرب واحترام، ماشي عرس هذا واحد يجبد الميكرو منا، واحد يهضر منا، واحد هذا غير خاصة وأن ديجا عندنا علاقات خاصة مع، يعني ظروف استثنائية مع المغرب. ما راحش ندافع على الصحافة، وحتى التصرف اللي قام به، رأيي الشخصي، التصرف اللي قام به المدرب المغربي بالنسبة لي تصرف عادي. انا لو كان جيت في بلاصتو ندير بالك نفس الشيء، انت ما تحترمنيش نجي نهضر، هو ديجا عنده عليه لا بريسيون، خسر الماتش، وانت تجي تمسخر بيا انا، تجبد لي الميكرو، تجيب لي حب تبريباري كلش من قبل ما يدخل المدرب. اذن وهنا مانيش ندافع على الصحفيين الجزائريين، الصحفيين الجزائريين لازم يزيدوا يقراو، ماشي اي واحد يجي يدير صحفي رياضي. كي تقول المنتخب المغربي والنادي ماهمش نفس الشيء، صحيح ماشي نفس الشيء، ولكن النادي تاني عنده في المحافل الدولية يمثل المملكة المغربية، ما يمثلش المنطقة تاعو برك. إذن حتى النادي يمثل المغرب، يمثل العالم اللي يطلع كي يروح في المحافل الدولية، والعالم المغربي ماشي عالم المنطقة، عالم المغربي. إذن حتى النادي يمثل المغرب. لهذا أنا هدرت على المبادئ اللي عنده مبدأ يطبقوا، لأن مبدأ تاع الدولة، والمبدأ تاع الدولة يطبق كما الدستور. ما تقدرش تلقى إن لوا، يعني قانون نون كونفورم للدستور. الدستور هو اللي يجي الأول، ومن بعد القوانين لازم تكون كونفورم للدستور، ومن بعد يجيو لي نوت دو سيرفيس إلى آخره كيف يكونوا كونفورم لي لوا. ما تقدرش تجي اون لوا تلقى قانون بصح يتناقض مع الدستور. نفس الشيء انت اللي كان في المنتخب عندك قرار تاع الدوله يقول حنا ما نديروا كذا وكذا، ومن بعد يجي نادي يطبق العكس على واش، هذا غير منطقي. وهذا رأيي، قادر أصيب وقد أخطئ.